يا جدعان الحكومه هتاخده يا جدعان. اجري يا اسطى. هيموتني خالص. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ فيديو جديد. بصوا يا جدعان بقى وركزوا معايا وطقطقوا ودانكم علشان خاطر الفكره بتاعت النهارده في ناس كتير قوي منكم طالباها ان احنا نعملها، فعشان كده بدانا ان احنا نجمع الرجاله كلها ونبدا ان احنا نشوف الموضوع ده، لان النهارده يا حيا يا ميتا عم مش لازم يجي معانا البيت، لان في ناس كتير قوي منكم طالبه مننا ده، بما ان هو صعب عليكم الفتره اللي فاتت، بما انه قاعد في مكان مهجور والدنيا خربانه. احنا كلنا اصلا متجمعين دلوقتي جنب المكان بتاعه. معايا خالص فنان عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد يحيى، اخونا محمد السنه، اخونا احمد نصر. ايه ده؟ انت عملت ايه؟ رونالدو. بص يا جدعان في ناس كتير قوي منكم الفتره اللي فاتت عماله تقول لنا عمك مش في المكان اللي هو قاعد فيه ده. حرفيا يا جدعان المكان هنا لا فيه اكل ولا فيه شرب والدنيا خربانه، وزي ما انتم شفتوا في الفيديو اللي نزل قبل كده جو ساعه بجد. الجو تلج يعني. بصوا هنا طلع دخان من غير اي حاجه، والمفروض يا جدعان ان احنا جايين النهارده علشان خاطر نخش على العم مش نبدا ان احنا نقنعه ان هو يجي معانا. وافق ان هو يجي معانا تمام، هنبدا ان احنا نعمل تحديات ونعمل مقالب والعاب الطفوله، ونبدا ان احنا نروح على عم مش من الاخر ونعمل له كل حاجه هو نفسه فيها. وفي نفس الوقت برضك المشكله بتاعته دي بتاعت ابنه اللي مخطوف منه هنبدا برضك ان احنا نتابع معاه، بس احنا عايزين نديله الامان من ناحيتنا احنا اكتر، بحيث ان هو يامن علينا ويبدا ان هو يقول لنا على الاسرار بتاعته كلها، ونبدا ان احنا نشوف بقى ابنه ده هنجيبه ازاي، ولا مين اللي عمل معاه كده، ولا مين اللي خطف ابنه. هنعرف كل حاجه الفتره الجايه لو قرر ان هو يعيش معانا في البيت. اهم حاجه انزل دلوقتي حالا اعمل لايك للفيديو، عشان اللايك بتاعك ده بيساعد ان الفيديو ينتشر. اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان خاطر نوصل ل 2 مليون بقى و3 مليون و5 مليون و10 مليون، علشان نولع الدنيا ونخرب الدنيا الفتره الجايه. وتحت في التعليقات سيب لنا افكار لو انت حابب ان احنا ننفذها مع عم مش الفتره الجايه، من مقالب او تحديات، اي حاجه تيجي في بالك او اي حاجه تخطر على بالك قول لنا عليها في التعليقات تحت، ومحدش يقدم ولا لحظه في قلب الفيديو بحيث ان احنا ما نعرفش هل فيها حاجه ممكن تحصل معانا ولا لا. المفروض ان احنا دلوقتي كنا متجمعين واحنا جنب المكان الناحيه الثانيه، جينا وركننا المكان هناك. لما ركننا المكان دخلنا لقينا نايم على السرير، فبدانا ان احنا ايه، قلنا نعمل خطه ان احنا نشرف عم مش هنعملها ازاي. محمد يحيى هياخد محمد اسامه ويبداوا ان هم يخشوا المزرعه جوه. اول ما يخشوا المزرعه جوه هنبدا ان احنا نخش انا وعبد الرحمن نصحي عم مش ونقنعه ان هو لازم يجي معانا، وناخده غصب عنه ونطلعه بره. هتبداوا تعملوا نفسكم من ورا المزرعه ايه، حكومه بوليس صوت، فاهمين صوت يا محمد؟ اه باشا الراجل اللي محكوم عليه احنا وصلنا له وهو نايم بره الوقت اهو، نقبض عليه الوقت بحيث ان احنا نعمل فيه مقلب ونشوف هيخاف فعلا ولا مش هيخاف، وبعد كده نبدا ان احنا نقول له ان ده مقلب وناخده معانا ونوصل على البيت. ولما نوصل على البيت بقى هيبقى بقى الليله بقى ايه، السهره معاه صباحي للصبح. فكل اللي بيتفرج ما تقدمش وتعالوا بقى علشان خاطر عم مش النهارده هنخليه يعمل بيبيع على نفسه، وفي نفس الوقت ايه نصالحه عشان ناخده معانا البيت. يا ولاد انا مش شايف. انا شفت يا عم بالك اسمح لي عشان نبقى بقى خدنا من هنا ماشي. يلا منو اللي عبد الرحمن هو اللي غصب عنه كنا بنركن المكنه جت على الطوبه طارت جت في الباب. انت كويس؟ انت نايم في البرد ازاي ده من غير دفايه؟ ما قلتلناش ليه نجيب لك دفايه معانا واحنا جايين؟ عايزين ايه؟ احنا عايزين احنا جايين بقى بقى عشان ناخدك معانا بقى. مش هينفع نسيبك بقى هنا اكتر من كده عشان ما يحصلكش حاجه ولا تتعب ولا تموت في نص الليل ومحدش يعرف عنك حاجه. عايزينك ناخدك فيها وتعيش في وسطنا بقى وناكل ونشرب، وفي نفس الوقت تطمن لنا وتحكي لنا بقى حكايتك بقى كلها بحيث ان احنا نقدر نساعدك. احنا ما جبناش الرجاله كلها، بص جيت انا وعبد الرحمن بس اهوت بحيث ان احنا ما تخافش مننا وما تزعلش مننا، ولو في حاجه انت نفسك فيها كنا هنجيب لك كشري. احنا جايين دلوقتي بس قلنا نجيبك وبعدين من بره نجيب لك كشري وتاكله معانا في البيت. انت خلاص علبه الكشري هنا كلها؟ كلها كلها، كان حاطط علبه كشري هنا يا جدعان وكلها كلها. تيجي معانا يا عم مش بقى؟ يلا لا مش معايا. ايه مش تيجي معانا ليه يا عم مش؟ طب بص يا عم مش عندي اقتراح حلو. ده الحكومه دي ولا ايه؟ اه الحكومه هنا هتاخدنا. ايه الحكومه معاكم؟ لا والله مش هنا. مش هتسلموني؟ الحكومه جوه. الحكومه جوه. المفروض راح فين؟ ما تروحش تيجي. خد انا عملت خد عملت في كلاب عندك. خد في كلاب هنا بوليسي. في كلاب بوليسي. بس هنكلمك والله. تعالى نهرب بسرعه نركب المكن ونهرب.
امسكوا يا عم. والله ما تنفع. حتى عبد الرحمن يلا مكي عشان نهرب بسرعه. اجري يا عم يلا من الحكومه. نركب عشان نركب المكنه ونجري من الحكومه. يلا لا مش جايبينها معانا الحكومه، هم اللي جم لوحدهم عارفين معاهم الجي بي اس. انت عملت ايه يا خرب بيت ابوك؟ يا عم مد يا جدعان الحكومه هتاخده يا جدعان. اجري يا اسطى. الحكومه هتاخده يا جدعان. ما تعيطش بس ما تعيطش. يا تخافش. ما انتش بقى شوف هو حضن يا اسطى. يا عم مش هستفرغ. كنا صار اجري يا عم يلا مش صار يا عم مش اضرب. يا مان اعمل نفسك ميت يا مان، اعمل نفسك ميت يا مان، اعمل نفسك ميت. الحكومه دي مش واحده مان يا لهوي مان انضرب بالنار. ضرب عبد الرحمن بالنار. عبد الرحمن مات. يا ابني الحكومه عصبين ده سلموا. ده الحكومه ضربت صاحبنا بالنار. وعلى خلاص فوق بقى ما تخافش. ده صحابنا ما تخافش. صحابنا عم مشمش. ده بيعيط. يلا على برجر بقى هتنشل عليه. تعال مش صحابنا معلش. حتى بقى انا هبط. طلع مش والله ما اروح وراه تاني. عمال عايز. زمان عمل حمام على نفسه. شخ احنا اللي عملنا كده. عمل بيبي ولا لسه؟ بيقول لك جايين تسلموني؟ لا يا عم ده مفيش حاجه احنا بنهزر معاك يا عم ماشي. مش تخافش مفيش حكومه والله. ده محمد يحيى ومحمد اسامه اصحابنا. قال لك احنا عايزين نعمل ملف عم مش ونهزر معاه ونضحك معاه. فقالوا لنا ماشي وبعدين احنا بنهزر معاكم ونضحك معاه. بص يا عم ماشي. ما هو دي مش حكومه بقى ده على التليفون. مفيش حكومه ما تخافش. خش كمان بص لو انت مش مصدق. خش بص لو انت مش مصدق. تعالى يا احمد موسى نور له يا احمد موسى. اهو نور. مفيش حاجه ماشي ولا تخافش. في واحد بس جوه بس مكتوب. وعلى خافش يا عم مش مساعد. لا عليه فطه بالجلابيه بنت حرام. دي مشيته حلوه. جريت اهو يا عم مش نور في البيت من جوه كله. اهو يا عم مش اهو اهو. بص اهو وعلى يا اسطى في حد يا عم مش في لسه مخلصه على يا نهار اسود. يلا انت بتخاف من الحكومه قوي كده؟ ما تخافش يا عم. ده عمل بيبي على نفسه يا عيني. ما عادش قادر يمشي. يلا شطة بقى مش عايزك تقف في المكان ده لوحدك ليه؟ عشان ممكن بقى الحكومه تيجي عليك هنا، ممكن ناس كتير تيجي تعمل معاك مشاكل هنا، فعشان كده بقول لك تعالى نام عندنا مرتاح. انت قلبك وقف ولا ايه؟ نجيب لك عصير؟ يا عيني تعالى شويه هنا. لو اغمى عليه دلوقتي هنعمل ايه؟ تعالى معانا نروح نجيب لك عصير. حد معاك تاني؟ لا مفيش حد. مفيش حد ولا عم ماشي. يا سلمون صح؟ لا والله مش هنسلمون. يا سلمون صح؟ لا مش هنسلمك ليه؟ يا عيني تعالى بقى نام هناك. تعالى الجري قطع نفس. نروح نام هناك. يا اسطى برضه عظمه كبيره. انا ما اعرفش ان هو هيحصل فيه كده والله العظيم يا جدعان. احنا قلنا بس نهزر معاه ونضحك معاه شويه. كناش متخيلين ان هو بيخاف قوي كده. في فار ماشي يا اسطى على السرير. ده هيبقى كله. لا مش مات الحمد لله. ماشي. نروح. زعلان. زعلان؟ طب حقك علينا خلاص. ده عليك. لسه هو التوتيم مش قلنا هنحاول يا جدعان ان احنا ناخده معانا بقدر الامكان، ونحاول برضك ان احنا نعتذر له عن الملل ده، بس احنا كنا بنهزر معاه مش اكتر. فاهمني؟ يلا يا عم مش زعلان. تعالى بقى بص. تعالى احنا نروح نجيب الكشري. ايوه بقى بص تعالى. هروح عشان نجيب كشري وناخد الكشري وناكله تمام، ونعيش بقى ايه في البيت، ونقعد كل حاجه نفسك فيها واي حاجه تلاقيها انت عايزها في محلات، وهنعمل لك كل حاجه انت نفسك فيها. بس احنا عايزينك دلوقتي تبقى تيجي معانا وتخليك واثق فينا انه ما تخافش مننا، واعرف ان احنا بص هنبذل اقصى مجهودنا عشان الناس اللي خطفوا ابنك ده نجيبهم ونرنهم عليه تموت، وفي نفس الوقت هنخبيك من الحكومه عشان الحكومه ما تاخدكش. احنا عندنا البيت امان. مفيش لا مش هنسلمك. مش هنسلمك. يلا تيجي معانا. طب خد الفلوس بتاعته بقى. انت بتنعم مش مفيش فلوس. ايه؟ فين فلوس؟ ما تعرفش؟ وانت ما بتقعدش هنا بالنهار؟ بتيجي هنا بالليل بس؟ امال بتروحين بالنهار؟ تفضل ماشي كده؟ بدنك ماشي؟ لا تعالى بقى اقعد بقى معانا في البيت بقى بالليل وبالنهار، فتركب حالتين ليل ونهار. يلا يلا العيال بيزعلوا بالطوب؟ ما تخافش احنا ما عندناش عيال خالص. في البلد نوم.
ما تخافش احنا معاك اهو وهنعمل كل حاجه. عم حاتم مبسوط. يلا يا عم عبد الرحمن دور الماكينه يا باشا. يلا يلا يا باشا. يلا يا باشا. عمك مش جاي معانا يا باشا. عم مش هيعيش معانا. هو بيرقص. المفروض نعمل له فرح في البيت ولا ايه؟ بيعرف يرقص. يلا يرقص كده يا عم مشمش. ارقص يا عم مشمش. ارقص يا ابو الباشا. محمد تعب. طب بالله عليك لو بتعرف ترقص ارقص. مش هكده. انا بعشقه يا اسطى شيلوا لف بيه. هو انت طاير راح ازاي؟ يا نهار اسود. الله عليك يا ماما. الله يا عم مشمش. انا بالله عمك بنهزر. لا والله من عيننا ضربك. يا ماما بقى جايب يلا عفو. هو متلكك. في المكنه تعرف تسوق. انا ماسك الكوره. ريحه وحشه يا اسطى. يلا يا عم. تسوق مكان. تعرف تسوق المكنه. هو ده وجعنا يا عم. تسوق انت. يلا اركب والله مش وسمي الله كده واداها الخامس ودور. مش شغاله. لفها له يا مانو. لفها له. ولا كنت خايف على مكانتك. تعرف تسوق؟ لا والله ما حدش مسلطنا عليك. كان مسلطنا عليك احنا جايين ناخدك عشان خاطر نعيشك معاك. والله حياة ابنك ما حد مسلطنا عليك. حياة ابنك اللي ما نعرف وقفنا. بقول حياة ابنك ما حد مسلطكم عليا. هو ابنك مات ولا عايش؟ طيب احنا نعرف ابنك عشان تعلمنا بيه. يلا يا عم. جايب لك كشري معانا. هنجيب لك كشري لما نروح. اول ما نوصل البيت هنجيب لك كشري. تمام عشان تاكل وتستحمى كده وتبقى رايق. يلا عايزين نراجع عليكم. خش الأوضة تاني بقى. ايه هحضر لك مفيم 100 100 عم مش. هيركب ازاي بقى يا الحمد اسطى؟ لله. تعرف تركب؟ خايف؟ ما تخافش. لا ما تخافش. يلا تعال اركب ورايا. يلا يا عم مشي. اركب. تعال اركب ورا بعض. علمه يا عم بيركب ازاي. ما بعرفش اسوق ورا. يلا يا عم مشي. اركب يا معلم. هيقفل الشباك. ايوه هو صح يا جدعان. اديت برجلي يقع. هو صح لازم الشباك اما. استغفر الله العظيم يا رب. كويس يا اخي ان هو وافق ان هو يجي معانا كويس. يقفل الشباك. ايوه اقفل الشباك حلو. والباب ده بقفله حلو بره عشان ما حدش يخش بره. ده بيقفلهم ياخد بيت. لو عندك ملايات اي حاجه يا عم مش مشيت هنغسلها. الحمد لله كده وافقنا يا جدعان. شوف نسيت بيقفلوا بجد والله. كده احنا الحمد لله ان هو وافق وقدرنا ان احنا نقنعه ان هو يجي معانا ويعيش معانا. فباذن الله يعني في الفتره الجايه نحاول ان احنا نعمل. لسه عمال يدور في حاجه جوه. لا مش. تعال. الكشري ما خلص. ده الفلوس فين؟ فلوس يا ابن الحراميه. تاني هتخلوهم معايا. ده متنات. يا عم انا هخليهم معايا. هشوف يا عم مش سامع. متنات يالا. متنات. معاه فلوس. انا سالت مين؟ ماشي يلا معاك. الاوضه دي وراها سر كبير. تعرف تسوق ولا اسوق انا؟ هو بيقفل. تعرف تسوق مكنه؟ طب معاك كام عشان نحط بنزين؟ ما ورينا ما تخافش مش هناخد والله ما هناخد حاجه. مش هناخد عدهم لنا بس. عدهم لنا هنشوفهم بس هنشوفهم والله. هنشوفهم مش هناخد حاجه والله اهو. قدام عم مش ما تخافش عدهم. صح. طب انا عايز اشوف. ده صحح الفكه اللي كانت معايا. طب خلاص ورينا وريني بس هنا في البتاع دي. ورينا هنا اهو. ورينا اهو بس. هنا اهو بس. هنا اهو. اخر والله ما هناخده. احنا بعيد اهو. والله اهو. احنا بعيد اهو. ابعد يا محمد. والله ما هناخدهم. يا عم وريني. ما تخافش والله ما هناخدهم. اهو ايه؟ هيكسفني. دميات يا عم مش باينه. ايوه يا عم مش ده 1000 جنيه ده ولا كام؟ تعرف تسوق مكان؟ تعرف تسوق لا مكان؟ ناخد مش تعالى اجر لك المكنه ب 100 جنيه. يلا يا عم تسوق مكان؟ اللفه ب 100 جنيه. ماشي يلا تعالى انا هركب وانت سوق. انا هسوق وانت اركب ورا. لا استنى يا عم مش انا اركب هنا. اركب معايا هنا. ورا هنا. ايوه شيل الجلابيه. يا ربنا معانا. والله هيوقعوا دلوقتي. هو زرط ولا الجلابيه اتقطعت؟ الجلابيه اتقطع. ده فرتك يا نهار الجلابيه. ابوك ابيض. مش ارفعها فوق. ايوه ارفعها فوق كده. انت بتعمل فيها ماما. عمك مش شكله كان لعيب كوره. شايف البنطلون؟ ايوه كده يا رجاله مش عارف اخد حد تاني معايا. بامانه ربنا يا اسطى. ده كفايه يا اسطى ايه ده؟ هيعمل فيك حاجه غلط. هو بيركب وراك وبيعمل ايه يا عم؟ طب يا جدعان طب يلا احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا وهنبدا ان احنا ناخد عم مشمش ونروح دلوقتي البيت وهنحقق له كل حاجه هو نفسه فيها. لو انت مبسوط ان عم مشمش هيعيش معانا وفرحان ان هو يبدا ان هو الفتره الجايه يعمل معانا فيديوهات كتير تعديته مقالب ويموتنا خالص. هو بيعمل ايه؟ تمام اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.